بس على الجمر جيب لي اياها ولا عباس جيبها خلنا اشوف احمد. طبعا شوفوا اللي يطلع مرات يدور في خوزي ياخذ وياه السفره. استاذ احمد ابو بس الكاميرا بس زين الكاميرا مو مال مفتوح كنور نطين. بس احنا شايفين اللي يروح بسفره ياخذ الدجاجه وياه والسمك والكذا والهذا. شوف تواضع استاذ احمد ايش طلب. احنا قاعدين هنا وهاي القعده الجميله الحلوه صبينا شاي. قال له اريد منك شيء واحد. قال له شنو؟ قال له اريدك هنا صوره. قال له تجيب لي قرصه مال الخبز مشتهيها وذبح على الجمر شاي. قال له خلي لي اياها على الجمر. الجمر شنو؟ يبس بقايا القصب مال الشاي زين يعني طبيعه ويحميها بالطبيعه وياكلها ألذ أكل. هو بالطبيعه. هسه هاي لو وياها طماطيه وملح، هاي لو وياها طماطيه وملح ألذ اكل. انا من كنت صغير من كنت اريد اقول مثلا اقول لامي اعطيني خبزه او اصغر الخبزه او ادلعها. اي ايش اقول؟ كنت بعدني ما اعرف احكي بعدني صغير اقول هويجه هويجه عود خويزه اعطوني خويزه من كنت صغير. صغيره اسميها حنايه. حنايه صغيره حنان هنا يسمونها الحنان. خبز كفار اي هنا يسمونها الحنان. الصاع ماكل الصاع انت؟ وقف الصاع ماكل ما فيها لا صوره ما يخالف. جابوا لك استاذ احمد بعد جابوا له استاذ احمد جابوا لي خبزه خبزه ويا شاي وعلى شباشه وبالهور فر الكاميرا. هذا لا مطعم صمت ولا مضغوط الحاشي ولا مندي صنعاء. هذا اطيب اكله بالدنيا ولو وياها طماطيه وملح كأني ماكل قوز والله. استاذ احمد خلي استغل هاي الاجواء اللي احنا بيها واللي احنا على الشباشه حاليا. قل استثمر ولا استغل. استثمر وليس استغل. طبعا استاذ احمد ينبهنا على يعني نقاط جدا مهمه لاميه وراح اكد لكم بانه هذا السؤال ببالي بس حبيت اساله من الهور. سيد ياسر سيد نعم راح اسال هذا السؤال واحنا على الشباشه وبالهور. اعتقد راح يكون الجواب من القلب من الاحشاء راح يطلع. استاذ احمد صوره عليه. ليش تحب العماره؟ وليش تحب الهور؟ اجمل مدينه بالعراق العماره. اتيني بمدينه واحده بالعراق كله تضم ترى تضاريس العراق كله. يعني مثلا اذا اكو بيها صحراء ما بيها جبل، اذا اكو بيها هور ما بيها صحراء. العماره بيها جبل وبيها وادي وبيها باديه مثل باديه سماوه وبيها جبل مثل السليمانيه وبيها هور مثل الخليج العربي وبيها بساتين مثل بقيه المحافظات وبيها كل التنوع التضاريسي الموجود بالعراق لعمته العماره. وكأن العماره انا دائما احكيها فهي سلسله جبال حمرين من تبدي من الشمال وين تنتهي بالعماره منطقه الطيب. المصادفه الجميله انه الجبل نزل بالعماره بمنطقه اسمها الطيب. كأن العماره رجل خير او امراه خيره وما تحب واحد صاعد وواحد نازل واحد متعالي على الثاني تحب البساطه احمدي. فقالت للجبل تفضل استريح. فاجى الجبل من الصخر العالي للحجر للجلمود للحصو للرمل ليه وتماهى وعاشوا ويانا بساطه احمدي وعشنا سويه. المصادفه الجميله جدا انه الجبل نزل بالعماره بمنطقه اسمها الطيب. اي ان ميسان العماره انزلت الجبل بطيبها ولم تنزله بالكساره. وايضا شوف العماره حتى اسمائها ما عندنا هاي الكلمات المجعمره. العدل السلام هاي الاقضيه والنواحي. العدل السلام الميمونه الكحلاء صاحبه العين الكحيله. حسب الله القلعه لشكل القلعه. العزير على اسم النبي. البقيه على الشرقي على الغربي. المشرح لانه النهر يتشرح الى الكويت على اسم الكوميت بن زياد الازدي اللي هو شاعر اهل البيت. يعني اسمائها هم حتى اسمائها جميله. مدينه كل شيء بيها حلو. سراج محمد دكتور سراج محمد بصراوي يعشق العماره مثل ما انا اعشق. هسه انت من ينشف الماي مو يقولون اندلق الماي ينشفه فيقولون يشفي ماي يرش ماي. يقول الله يدلق من ماء الجنوب ندى على الخلائق مذ انشاء وابتكره وكان يعجن من ميسان طينتكم اذا فخروا لمن سوتكم مباشره. اي هاي العماره صح لسانك. على قولة حازم جابر يقول له نروح للعماره يقول له ايش عندنا غير العماره. اذا طلعت لك قطعه ارض انت تتابع لها وزاره التعليم العالي. التعليم العالي يقول لك نص بغداد بالجادريه و1000 متر
ايوه تدري شو اسوي؟ إيه. اقبلها وابيع هنا ثقه وذكرك والله إيه. مو اقول لك لا ما اريدها واريد بالهور، إيه. لا اقبلها وابيعها واجي هنا واجي هنا اشتري الاحسن. عين الصواب. انا عندي قطعه ارض تدري وين؟ بالمجر. اي حلو. آه. انا ولادي. سكنت بالمجر 22 سنه. وين بالمجر؟ معمل السكر. معمل السكر. معمل سكر. ابو مصطفى لا اقطع راسك.